السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. إن شاء الله بإذن الله الساينس معايا هيبقى أبسط بكتير جدا. طيب احنا النهاردة بإذن الله هنتكلم مع بريب 1 حبايبي أبطال أولى إعدادي. احنا هناخد أول مرة كيمستري كيمياء. أنا عارفة إن انت ما خدتش كيمستري قبل كده ومش عارف يعني ايه كيمستري أصلا، بس واحدة واحدة كده ان شاء الله باذن الله تبقى سهله جدا. كل اللي مطلوب منك انك تذاكر اول باول. يعني انا مثلا قسمت الليسون 1 على 2 بارتس، على جزئين. انا قسمته لهدف معين، انا عايزاك تتمكن من كل حته وتكون شطور فيها. طيب انت بقى ما تجيش تقول انا هسيب بارت 1 وهستنى لحد لما بارت 2 ينزل واذاكرهم مع بعض. انا مش عايزه كده خالص، مش عايزاك تذاكر التو بارتس مع بعضهم. انا عايزاك تذاكر كل فيديو بنزله لوحده. اي حاجه ما تفهمهاش اكتب لي في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم، برد عليها بكل حب واهتمام. ممكن اعمل فيديو كامل عشان حاجه انت مش فاهمها كتبتها لي في كومنت. طب يلا بينا كده نعرف احنا هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن حاجه اسمها atomic structure. يعني ايه atomic structure؟ واحده واحده كده. احنا عايزين نعرف تركيب الاتوم. يعني ايه اتوم؟ كلمه اتوم بالعربي اللي هي الذره. انا عايز اعرف بقى الاتوم دي بتتكون من ايه. ميس انا لا فاهم اتوم ولا فاهم ذره ولا فاهم حاجه خالص. طب واحده واحده كده وانا افهمك، وهخلي ان شاء الله الكيمستري دي اكتر ماده انت بتحبها. بصي يا حبيبي، واحده واحده كده. انتوا عارفين الحجر الجيري؟ الحجر الجيري او ساعات بتلاقي طوب كده لونه ابيض، يعني كأنه مثلا الطباشير اللي بتكتب بيه على البورد او كده. طيب الطوب اللي لونه ابيض ده تيجي تمسكه كده يعمل علامة في ايدك، ولو كتبت عليه الحيطة هيكتب. بنشوفه كتير في الشارع. يعني الطوب اللي لونه ابيض ده بيتكون من مادة اسمها كالسيوم كربونات. يعني هو في مادة اسمها الكالسيوم كربونات. قالك الطوب ده انت لو فتته، يعني خليته حتت صغيرة كده، فهيتحول لحاجة اسمها molecules. طب ايه المولكيولز دي؟ اللي هي جزيئات. هيبقى عبارة عن جزيئات صغيرة. يبقى انا عندي الماتر اللي هي الكالسيوم كربونات، لو جيت بصيت عليها هلاقيها بتتكون من حاجة اسمها molecules، اللي هي جزيئات، حاجات صغيرة. قالك انت لو بصيت على المولكيولز دي هتلاقيها من جوه بتتكون من حاجة اسمها اتوم. فانت شايف الباودر اللي قدامك ده كده الماتر اللي هو الكالسيوم كربونات. الماتر ده كده بص شوف هو بيتكون من ايه. يعني انا لو جبت حته واحده ترابايه صغيره من البتاع اللي لونه ابيض ده، قالك هتلاقيها بتتكون من حاجات اصغر اسمها مولكيولز، شكلها قدامك اهي. طب قالك انت لو خدت كل مولكيول من دول هتلاقيها بتتكون من ايه؟ هتلاقيها بتتكون من مجموعه من الاتومز. طب فاكرين اللي خدتوه في سنه 6 في جريد 6؟ خدتوا ايه؟ خدتوا ان السيل هي البيلدينج يونت بتاعه الليفينج اورجانيزم، صح كده؟ طب انت هنا بقى هتاخد ايه؟ هنا هتعرف ان الاتوم هو البيلدينج يونت بتاعه اني ماتر. اي ماده في الدنيا عشان تتكون كان لازم يكون فيه اتوم واتوم واتوم على بعضه. يبقى خلاصة الكلام ان اتوم واتوم واتوم هيعملوا حاجة اسمها مولكيول، ومولكيول 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 هيعملوا حاجة اسمها ماتر اللي هي المادة. طيب مين اللي اكتشف لنا الاتوم، او مين اللي قال ان في حاجة اتوم؟ واحد اسمه دالتون. دالتون ده قالك ايه؟ قالك ان خد بالك المولكيولز بتتكون من حاجات صغيرة جدا اسمها اتوم. فلما نيجي نقول لك دالتون عمل ايه هتقولي he is a scientist، يعني هو العالم. هو developed يعني طور the theory about the atoms، يعني هو اللي طور النظرية بتاعة الاتومز. هو اللي قال لنا خلي بالكم ده في حاجة اسمها molecules، والمولكيول دي بتتكون من حاجات اصغر منها اسمها atoms. مين العالم ده؟ العالم دالتون. اخر اليونت ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو فيه بس الساينتست، لان انت عليك كل ساينتست عمل ايه. فان شاء الله باذن الله هجمعهم لكم، يعني عشان مذاكرتهم تبقى سهله باذن الله. طيب في عالم تاني بقى اسمه راذرفورد. راذرفورد ده عمل ايه؟ العالم هو اول ساينتست، اول عالم
who made the first model of the atom. يعني عمل اول موديل، اول شكل للاتوم، الشكل اللي انتوا شايفينه ده هو اللي قال لنا خلي بالكم هو ده شكل. طيب يعني هو قال لنا ان هو دوت شكل الاتوم، قلت له برضو احنا مش فاهمين، انت عامل حاجه كده في النص وبيدور حواليها حاجات. قالك بالراحه كده، الاتوم بتتكون من شقين مهمين جدا، حاجه اسمها نيوكليوس، والنيوكليوس دي اللي هي الدايره اللي انتوا شايفينها في النص دي، بيلف حوالينها حاجات صغيره جدا اسمها الكترونز. يبقى اللي في النص اسمها نيوكليوس. اسمها ايه؟ نوكليوس. طب بيلف حوالينها ايه؟ بيلف حواليها حاجات صغننة جدا 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 اسمها الكترونز. طيب بالراحة كده فهميني يا ميس، ايه موضوع البتاعة اللي في النص اللي اسمها نوكليوس وبيلف حواليها الالكترونز دي؟ انا عايز افهم. مش انا قلتلكم ان هي بتتكون من شقين مهمين؟ كل حاجة منهم هنتكلم عنها بالتفصيل. تعالوا اول حاجة نتكلم عن الدايرة اللي انتوا شفتوها في النص دي اللي هي اسمها نوكليوس. طيب قالك النوكليوس دي بيكون فيها two types of particles، يعني فيها نوعين من الجزيئات، حاجة اسمها بروتونز، والبروتونز دي بتكون positive يعني بتكون موجبة الشحنة. طيب بروتونز بتكون positive PP. يبقى البروتونز بتكون مالها؟ بتكون بوزيتيف. صعبة دي؟ سهلة جدا صح؟ طيب قالك عندنا حاجة اسمها نيوترينز. ايه النيوترينز دول؟ النيوترينز دول بيكونوا نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني لا هم بوزيتيف ولا هي نيجاتيف، يعني الشحنة بتاعتها ملهاش لازمة، متعادلة، لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف. تمام؟ يبقى النيوكليوس عندها حاجتين مهمين جدا اللي هما مين؟ بروتونز ودول بيكونوا بوزيتيف، ونيوترونز ودول بيكونوا نيوترال. يعني ايه؟ يعني متعادلين، لا هما بوزيتيف ولا هما نيجاتيف. طب يلا يا شطورين قولولي، النيوكليوس كده هتكون التشارج بتاعها ايه؟ شحنتها ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نيوترال؟ برافو عليكم، هتكون بوزيتيف. ليه؟ احنا اتفقنا النيوترونز بتكون نيوترال، يعني لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف، يعني كأنها مش موجودة. اوكي، يبقى مين اللي موجود وشحنته مهمة؟ البروتونز. طب هو البروتونز كانت شحنتها ايه؟ بوزيتيف، يبقى النيوكليوس كلها شحنتها ايه؟ بوزيتيف. برافو عليكم. طب واحدة واحدة كده، نيوكليوس دي اللوكيشن بتاعها فين؟ موجودة فين في الاتوم؟ خدتوا بالكم ان هي في السنتر، في النص؟ يبقى اللوكيشن بتاعها ان هي in the central of the atom، يعني هي في نص الاتوم، في نص الذرة. اوكي، طب التشارج بتاعها ايه؟ قلنا بوزيتيف، وعرفنا ليه بوزيتيف، عشان هي هقول بص ده سؤال give reason مهم جدا، فانت هتقولي هي ليه بوزيتيف give reason، فهتقول because it has positive protons and neutral neutrons، يعني هي عندها positive protons فده مخليها positive، ومع البوزيتيف ما فيش حاجة تانية معاه، اللي موجود معاه ده نيوترال، يعني شحنته بنتجاهلها كأنها مش موجودة يعني. خلاص ده سؤال جيفريز مهم جدا. طيب الماس بتاعتها بقى، تفتكروا الماس بتاعتها ايه؟ بصوا كده من الشكل اللي قدامكم، الماس اللي هي الكتلة، يعني تفتكروا كتلتها كبيرة ولا صغيرة؟ اقولك على حاجة، ان الماس بتاعت الاتوم كلها متركزة في النيوكليوس، يعني النيوكليوس دي هي اتقل حاجة في الاتوم. يبقى الماس is concentrated يعني متركزة فين؟ في النيوكليوس. ده سؤال give reason، وبرضه من الاسئلة المهمة جدا اللي بيحبوا يجيبوها في الاكزامز. قالك ليه بقى؟ ليه معظم الكتلة جوه؟ بصوا يا حبايبي، لو خدتوا بالكم كده هتلاقي الالكترونز اللي بره دول صغيرين جدا بالنسبة للنيوكليوس، صح؟ فالماس بتاعتهم صغيرة جدا we can ignore it، يعني ممكن ان احنا نتجاهلها بسهولة. اوكي، يبقى ليه؟ علشان الالكترونز بتكون very tiny،
يعني ايه very tiny؟ يعني صغيرة قوي قوي قوي. we can ignore its mass، يعني ممكن نتجاهل الماس بتاعتها كأنها مش موجودة يعني. خلاص. طيب احنا قلنا ان الاتوم فيها حاجتين مهمين، النيوكليوس واتكلمنا عنها خلاص. تعالوا بقى نتكلم عن الالكترونز، الالكترونات اللي بتلف حوالين النيوكليوس. مالها؟ اللوكيشن، مكانها فين؟ انا لسه قايله اهو بتلف حوالينها، يبقى ايه؟ it orbits around the nucleus، يعني هي بتلف حوالين النيوكليوس. اوكي. التشارج بتاعتها، الالكترونز بتكون نيجاتيف، الالكترونز بتكون نيجاتيف. يبقى انا عندي 3 حاجات في الاتوم، بروتونز ودي بتكون بوزيتيف، نيوترونز ودي بتكون نيوترال، والكترونز ودي بتكون نيجاتيف. ركزوا. طيب الماس بتاعتها، كتلتها، قال لك لا دي هي very tiny، يعني هي صغيره جدا. احنا اتفقنا في السلايد اللي فات انه هي صغيره، احنا ممكن نتجاهل اساسا الماس بتاعتها. اوكي. give reason. يلا انت اللي هتجاوب على give reason ده، قولوا لي في الكومنتس الاجابه، واول واحد هيجاوب واقول اسمه الفيديو اللي جاي ان شاء الله. طيب the atoms is neutral، ليه الاتوم كلها على بعضها بقى neutral؟ ليه؟ يلا فكروا. بصوا كده، ده شكل الاتوم، في النص في مين؟ في نيوكليوس، بيلف حواليها مين؟ حاجات صغنونة خالص بالنسبة لها اسمها ايه؟ الكترونز. اوكي. طيب بصوا بقى، دلوقتي هنتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا، بالراحة كده وبهدوء. شايفين ال ده؟ ال دي كده تعتبر رمز لإليمنت، لعنصر، وهنتكلم الرموز بتتجاب ازاي والعناصر دي عبارة عن ايه، كل ده ان شاء الله هنقوله في الفيديو اللي جاي بارت 2. بس انا عايزاك تركز معايا كده، دايما هتلاقي كل عنصر، كل إليمنت فيه رقم فوق ورقم تحت، ودايما اللي فوق اكبر من اللي تحت. ركز معايا، اي element نكتب الرمز بتاعه هتلاقي دايما فيه رقمين، رقم فوق ورقم تحت، واللي فوق اكبر من اللي تحت. طب اللي فوق الكبير ده اسمه ايه؟ اسمه ماس نمبر. طب واللي تحت الصغير اسمه ايه؟ اسمه atomic number. تاني، اي element بيكون فيه رقمين، رقم فوق ورقم، برافو، تحت. الرقم اللي فوق بيكون ايه؟ شطور، اكبر من الرقم اللي تحت، فاللي فوق اسمه ايه؟ ماس نمبر، واللي تحت اسمه ايه؟ اتوميك نمبر. برافو عليك. طب ايه الماس نمبر والاتوميك نمبر والكلام ده؟ بصوا حبايبي بقى، قالك الماس نمبر اللي هو الرقم اللي فوق، الرقم الكبير ده، هو كبير ليه؟ عشان هو بيكون number of protons plus number of neutrons. يعني ايه؟ يعني بيكون عدد الحاجات اللي جوه النيوكليوس كلها، كل حاجة جوه النيوكليوس بتكون موجودة في الماس نمبر. سي لو البروتونز 13 والنيوترينز 14، الاتنين بلس بعض يديكوا كام؟ 27. برافو عليك. يبقى الرقم اللي فوق هو ايه؟ هو عدد البروتونز بلس عدد النيوترينز. طيب انا اعرف منين عدد البروتون وعدد النيوترينز وعدد الالكترونز كمان؟ يلا يا سيدي، بصوا، السر كله في الرقم اللي تحت. لما اجي اديك element هتبصلي على الرقم اللي تحت ده، الرقم اللي تحت هنا 13 صح؟ يبقى عدد البروتونز عندك هنا equal 13، وعدد الالكترونز هي كمان equal 13، عشان عدد البروتونز قد عدد الالكترونز بالظبط، عدد الشحنات الموجبة قد عدد الشحنات السالبة. يعني لو مثلا في element عنده 1 positive charge 1 بروتون، فلازم هيبقى عنده 1 الكترون قصاده. حلو كده؟ طيب
يبقى لما اجي اقولك عدد البروتون هتقولي كام؟ هتاخد الرقم اللي تحت وتكتبه 13. طب عدد الالكترون هتاخد برضو الرقم اللي تحت وتكتبه. طب انا عايز عدد النيوترونز اللي هم لا هم بوزيتيف ولا هم نيجاتيف، هتعملها ازاي؟ بسيطة جدا، هتاخد الرقم اللي فوق الكبير ماينس الرقم اللي تحت الصغير، تجيب عدد النيوترينز. بالراحة، انت يمكن تحس ان الكلام كبير، بس هو والله سهل جدا وبسيط، ومع التمرين هتلاقي نفسك شطور وجميل وبتحله. دلوقتي في رقمين، رقم فوق كبير ورقم تحت صغير. الرقم الصغير ده هو عدد البروتونز وعدد الالكترونز، يعني كده عدد البروتونز 13 وعدد الالكترونز كمان 13. طب انا يا ميس عايز عدد النيوترينز اللي هي لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف. هقولك بسيطة، هتاخد الرقم الكبير اللي فوق ماينس الرقم الصغير اللي تحت، هيديك عدد النيوترينز. فيها حاجة صعبة؟ دي سهلة جدا صح؟ اوكي، كده بارت 1 خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، شير، سبسكرايب، فعل الجرس عشان اول ما ننزل بارت 2 على طول ان شاء الله تذاكروا ورايا. اي حاجه ما فهمتوهاش اكتبولي في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم بجد. واي حاجه مش فاهمها وعد ان انا ان شاء الله باذن الله مش هسيبك الا وانت فاهمها. ذاكر اول باول، حل التدريبات اللي في الكتاب اللي معاك ايا كان الكتاب اللي انت بتستخدمه. اي حاجة تقف معاك ابعتلي، برضو بفرح جدا وبتأكد ان انت بتذاكر. وانتوا شطورين اصلا ما شاء الله عليكم، تهدوا رابعة وخمسة وستة، فاللي جاي بالنسبة لكم ولا حاجة يعني ان شاء الله بإذن الله. مع السلامة يا حبايبي، باي باي.